السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله غادي نفصلوا كل ما يخص البشره بحال كما درنا في فيديو الشعر. اللي ما شافوش يمشي يشوفوا هذا الفيديو لجميع الناس، ماشي ضروري تكونوا واخدين المنتجات من عندنا. حاجه اخرى، البرومو الناس اللي كتسول عليها غادي تكون الاثنين المقبل ان شاء الله. اللي بغى يدوز الطلب ديالو يصيفط لزينب على الواتساب، اللي بغى استشاره وما عرفش راسو شنو ياخذ ولا باغي يسول يصيفط الامينه على الخاص في الانستغرام. نبداو على بركه الله. اولا خصنا نعرفوا بعض الاساسيات، بان البشره هي مكونه من 3 طبقات. الطبقه الخارجيه اللي هي الفوقانيه هي ليبيديرم، اللي هي اللي كتسمى البشره. الوظيفه ديالها كتحمي الجسم من الجراثيم وكتحكم لك في الترطيب، وكتحتوي على خلايا كتجدد باستمرار، وهذا اللي كيساعد على الشفاء والحفاظ على صحه الجلد. هاد ليبيديرم او الطبقه الخارجيه هي اللي كتشقق لك، هي اللي كيوقع فيها تصبغات، هي اللي كينوض منها حبوب صافي. كاين الطبقه الثانيه كتسمى ديرم، هي الطبقه الوسطى. هذه فيها كولاجين والياف مرنه اللي كتمنح البشره القوه والمرونه، وهنا فين كاينين الاوعيه الدمويه والغدد اللي فيها العروق. والطبقه الاخيره هي الانسجه اللي تحت الجلد، هذه طبقه دهون كتمنح الجسم الشكل ديالو والدفء وكتمتص الصدمات. من الاساسيات اللي خصكم تعرفوا ايضا وهو انواع البشره. كاين البشره العاديه كتكون متوازنه، ما هي جافه ما هي دهنيه، وحتى المسام كيكونوا صغيره. البشره الجافه كتكون خشنه وكتحسي بالشد وكتحتاج ترطيب مستمر. وكاين بشره دهنيه كتكون لامعه، مسام ديالها واسعه، وهذه هي اللي كتكون عرضه للحبوب بزاف. وكاين البشره المختلطه كتكون دهنيه في منطقه الدي كيف ما كتشوفوا في الفيديو، اللي كيشد الجبين والانف والذقن، وكتكون جافه في الخدين. هادو هما انواع البشره اللي كاينه. اما البشره الحساسه ماشي نوع، هي صفه اضافيه كتجي مع نوع من انواع البشره الاساسيه. مثلا نقدروا نلقاو بشره مختلطه حساسه، او عاديه حساسه، او دهنيه حساسه. فهمتوا؟ يعني هي ماشي نوع بشره، هي فقط صفه اضافيه. اشنا هي بشره حساسه؟ هي بشره كيكون الحاجز الواقي ديالها، يعني ديك البشره الفوقانيه ضعيفه على المعتاد، فكتفاعل بسرعه مع مثلا ريحه اللي درتيها، مع الشمس، مع التقشير، مع بعض الكريمات، مع تغيير الجو، مع المسخون، فكيبان عليها احمرار، او مثلا كتشدك واحد اللسعه، ولا مثلا كيكون جفاف زائد ولا حكه ولا شي حاجه بحال هكا. يعني البشره الحساسه هي ماشي نوع رئيسي. هادو بعض القواعد الاساسيه لاي وحده عندها بشره حساسه باش تجنبي التهيج وتحافظي على صحه البشره. طريقه الساندويتش مهمه ليك، ضروري ديري قبل من اي منتج علاجي او منتج نشط اللي كيكون فيه حمض الجليكوليك، بحال دابا مثلا كريم البقع ديالنا حيت فيه حمض الجليكوليك، ولا حمض الساليسيليك، ولا اي كريم نشط علاجي، ضروري ديري الطبقه الاولى مرطب، كديري غير شويه ما كتكثريش، كيعطيك حاجز وقائي للبشره. الطبقه الثانيه كديري المنتج اللي انت غتعالجي به، والطبقه الثالثه كتعاودي المرطب عاوتاني، غير هاد المره كتزيدي في الكميه شويه ديال المرطب باش يقلل التهيج ويغلق الطبقه النشطه داخل البشره. النتيجه المنتج كيعمل بفعاليه من غير ما يسبب لك لا تهيج ولا حرقان. الترطيب المستمر. البشره الحساسه غالبا كتكون جافه ورقيقه، ترطيب اساسي باش تقلي هذاك الاحمرار والتهيج. قبل ما ديري اي منتج جديد يلا غتدخليه الروتين ديالك، ضروري تجربيه على جزء صغير من الرقبه مده 24 6 ل 48 ساعه باش تشوفي الرد الفعل التحسسي ديالك. خاصك تختاري منتجات تكون خاليه من الكحول، من المواد المهيجه، ضروري تكون منتجات طبيعيه باش ما تديرش لك مشاكل اضافيه. تدريج، مثلا الماسك الازرق ديالنا، البشره الحساسه مثلا كنقولوا خليوه 15 دقيقه، البشره الحساسه تبدا مثلا النهار الاول 5 دقائق وتبدا تغسلو، المره الثانيه تزيد 1 دقيقه وتبقى غدا توصل ل 15 دقيقه. يعني كتدخلي المنتج النشط بالتدريج، كيمنع لك الاحمرار والحرق. اخر قاعده للبشره الحساسه وهي سيكالفات، سيكابلاست، الماء الحراري اللي هو لو تيرمال، هادو خصهم يكونوا عندك
ضروري، لان انت عندك المشكل دائما ديال حاجز البشره. تقدري ديري غير كريم يحمر لك وجهك لانك انت وجهك عنده قابليه. اذا هاد الكريمات هما مرممين لحاجز البشره. هادو ما كديرهمش اي بشره اللي ما عندها حتى شي مشكل، حيت لما عندك حتى شي مشكل او كنتي بشره دهنيه او مختلطه غادي نوضوا لك حبوب. هادو كنديروهم في الليل فقط، ما كنديروهمش ككريم مرطب دائم. هادو كيعالجوا مرممات فقط. لان البشره الحساسه ضروري خصهم يكونوا عندها يلا تغسل وجهها، ترش عليها الماء الحراري، وفي الليل مثلا ملي تبغي دير الكريم العلاجي ديالها دير سيكا بلاست ولا سيكالفات، وحده فيهم. طريقه الساندويتش غديرها بهاد الكريمات. المرطب ديالك العادي غتخليه للصباح، لان هاد جوج كريمات ما كيداروش الصباح. المرطب ديالك العادي تخليه للصباح، وهادو تبقي ديريهم بالليل باش يرموا لك الحاجز ديال البشره. المكياج المناسب لكل نوع من انواع البشره. اذا عندك البشره عاديه كل شيء مسموح، لكن ترطيب ضروري. اذا كانت عندك بشره جافه كريم الاساس خصو يكون كيرطب، وتجنبي البودره ثقيله. اذا كانت عندك البشره دهنيه كريم الاساس يكون مطفي يعني مات، البرايمر يكون مطفي وخالي من الزيوت. البشرة المختلطة كتوزعي المنتجات حسب المناطق. اما اللي عنده البشرة حساسة هنا المنتجات خصها تكون خالية من المهيجات، ما فيهاش كحول. كتقلبي المكياج المعدني، مكياج مينيرال. علاش؟ لان اغلب منتجات المكياج المعدني كتكون خاليه من العطور، من البارابين، من الزيوت الثقيله، ومن مكونات كيميائيه قويه. وهاد المكونات هي اللي غالبا اللي كتسبب لك تهيج واحمرار. تفهمنا؟ دابا غادي ندخلوا في المشاكل. اول مشكل وهو البقع والكلف والتصبغات او اثار حب الشباب. هذا المشكل هذا اسبابه كثيره، اما بسبب التعرض للشمس بزاف، ما كديريش واقي شمسي، او التغيرات الهرمونيه، او حمل، او اثار حبوب. والحل ديالها كيعتمد على تقشير البشره بلطف، وعلى حمايه الجلد، وعلى تحفيز تجدد الخلايا. هذا هو الحل باش يمشيو لك هاد المشاكل. البقع يا اما كتكون سطحيه غير من الفوق، يا اما كتكون متوسطه، يا اما كتكون عميقه. البقع السطحيه هذيك هي اللي كتحيد بسهوله، كديري الكريم اونتي تاش كدوز 15 يوم شهر كتقولي لي راه بدا كيبان ليا النتائج. هذيك كتكون بقعه سطحيه. البقعه المتوسطه هذيك كتدي لك وقت شويه من 3 شهور ل 6 شهور. البقعه العميقه هذيك كتدي لك من 6 شهور لعام واكثر، يعني خاص الصبر. دابا المشكل هو بعض الناس كتبدا كيكون عندها البقعه عميقه، كتبدا كضرب 3 شهور ما كيبان ليها والو، كتقول صافي المنتج خصني نقطعو. لا، لازم الصبر. راه كيتقشر الجلد وكيهبط باش يحيد لك هذوك البقع، لكن انت ما كملتيش باش تشوفي النتيجه. وكاين عاوتاني بقع مختلطه، كتكون مزيج ما بين بقع سطحيه وبقع عميقه. هذه هي النتيجه كتكون تدريجيا. اولا كتختفي البقع السطحيه، كتبدا تقولي لي مثلا راه بدا كيبان ليا شويه بدا كينقص، هذوك راه كانت بقع سطحيه، وعاد كتبدا في العميقه. وهذا الشيء اللي كيوضح ان بعض المرات كتقولي لي راه بدا كيمشي لي البقع، ولكن واحد الوقت ما بقيتش شفت والو، ما بقيتش شفت نتائج. خاصك غير تصبري حيت النتائج راه جايه، غير هي البقع راه عميقه. هذا الشيء علاش. اذا كل ما كانت البقع سطحيه كل ما كتظهر النتائج اسرع، كل ما كانت البقع عميقه او مزمنه النتائج كتحتاج وقت طويل وصبر اكثر. بعض الناس كتقول لك مثلا وانا البقع عندي راه سطحيه لانها خفيفه، اللون ديالها خفيف. لا، ماشي على حساب اللون. كاين اللي كتكون عندك بني خفيف وكتصحى بها سطحيه وهي راه عميقه، وكاين اللي كتكون بني غامق كتقولي ما تحيدش وكتحيد دغيا لانها سطحيه. سطحيه او عميقه لا علاقه لها باللون. حاجه واحده اخرى خصكم تعرفوها اللي هي مهمه بزاف، بان كل بشره عندها معدل انتاج ميلانين مختلف. الميلانين هو المتحكم في الصبغه اللي كتخرج لكم، بالتالي الاستجابه كتكون مختلفه للمنتجات. بعض الاشخاص عندهم خلايا صبغيه كتكون اكثر نشاطا او مقاومه، وبالتالي البقع كتاخذ وقت اطول باش تخف تدريجيا. ولهذا كنقولوا بان العوامل الوراثيه كتلعب دور كبير في سرعه النتائج. نعطيكم مثال، كاين مثلا الجبنات تحرقوا، وحده كتبقى فيها لاطخاس وحده دغيا لاطخاس كتمشي. علاش؟ عوامل وراثيه، لان معدل انتاج الميلانين مختلف. اذا جوج في العائله خداو نفس المنتج
تقدر وحده تبان ليها في 3 شهور، تقدر الاخرى تبان ليها في 6 شهور، يقدر الاخرى يبان ليها في 15 يوم. ولهذا لازم فقط الصبر باش تلقاو النتائج كاملين. ما تقوليش هذيك بان ليها انا ما بانليش اذا انا ما لايقش لي هذا المنتج. لا، ممكن ان يكون عندك معدل انتاج الميلانين مختلف عليها، ممكن بان يكون عندك البقعه عميقه جدا وهي تكون عندها سطحيه، كاين بزاف الاسباب. وحاجه اخيره وهي ان بعض الاشخاص عندهم امراض هرمونيه او نقص فيتامينات بحال البي 12 او مقاومه انسولين او مشاكل هرمونيه اللي كتعطيهم واحد التصبغات مقاومه للعلاج التقليدي، وكيصعب ازاله البقع. اللي تشوف البقعه ما حيدتش تمشي تبدا دير التحاليل وتبدا تعالج الداخل. هادشي كنهضروا على العلاج ديالنا لان انا عارفه بان الكريمات فعلا فعالين وبشهاده الناس. اذا الا ما لاقليكش عارفي بان عندك مشاكل هرمونيه وهذا العلاج التقليدي بالكريمات ما نفعش معك، خاصك تمشي ديري التحاليل وتعالج الداخل والاول. عندك نقص فيتامين بي 2 تعالجيه، عندك مقاومه الانسولين تعالجيها، عندك مشاكل هرمونيه اخرى تعالج. دابا غنبداو بالعلاج. حنا عندنا باك اونتيتاج اللي هو باك البقع. هذا الباك هذا كينفع لاشنو؟ البقع، التصبغات، الكلف سواء ديال الحمل قديم جديد، النقط البنيه اللي كتجيك مع الشمس، ماشي النمش الوراثي. الا كان النمش وراثي ما كيحيدو حتى شي كريم، هذه كتمشي تدخلي في الليزر وتدخلي في حاجات اخرين. لكن النقط اللي كيتزادوا ما كيكونوش فك ولكن كيبداوك بالشمس وكيبقاو غاديين وكيتزادوك، هادوك النقط كيحيدهم وكيدار للجسم وللوجه لجميع الاماكن، ما كاين حتى شي مشكل. غادي تلقاو فيه الماسك الازرق. هذا الماسك الازرق ضروري لتنظيف البشره مره او مرتين اسبوعيا حسب حساسيه البشره عندك. مهم جدا، كيحيد لك الشوائب والزيوت الزايده، كينظف البشره بعمق وكيهيئها باش تستقبل الكريمات والفيتامينات. شتي هذا الماسك بحال شامبوان كلاريفيون اللي هضرنا عليه في الشعر، هذا كينقي لك البشره باش ما تكونش عامره زيوت وشوائب، باش تستقبل لك وتمتص الكريمات والفيتامينات اللي غادي تعطيها. ملي كتنظفي البشره اسبوعيا كيجعل كل المنتجات اكثر فعاليه. يعني هو مهم جدا، ولهذا غتلقاوه في جميع الباكات. الخطوه الثانيه الغسول المبيض. علاش مبيض؟ لان كتعاني من كلف وتصبغات. ضروري هذا الغسول شنو كيدير؟ كيعاون الكريم، هو بحال الشامبوان مع البخاخ، يعني حتى هو كيقلل من البقع الداكنه تدريجيا ولكن بنسبه بسيطه جدا. الاساس هو الكريم. ثالث خطوه وهو الكريم. الكريم هو المكون الاساسي، هو اللي غادي يحيد لك هاد البقع، وفيه الجلايكوليك اسيد. والجلايكوليك اسيد هو مفتاح تقشير البشره بلطف، ولهذا كتستعمليه شتاء وصيف ما عندنا حتى شي مشكل في جميع المواسم، لانه كيقشرها بلطف ما كتحسيش بها. وماشي فيه غير الجلايكوليك اسيد، فيه بزاف المكونات. اللي بغى يعرفها يدخل الانستغرام، راه دايرين واحد الهايلايت اللي سميتها مكونات المنتجات. كريم البقع اللي فيه جلايكوليك اسيد وبزاف المكونات الاخرى اشنو كيدير؟ كيحفز تجدد الخلايا، كيزيل الخلايا الجلد الميت، كيقلل الكلف والبقع والاثار البنيه والتصبغات بشكل ملحوظ. كديريه كل نهار ليلا، هذا ما كيدارش الصباح نهائيا. اي حاجه كتبيض كنديروها ليلا، نديروها الصباح فقط اذا بانت لك الدنيا مغمه وما كايناش الشمس. تفاهمنا؟ كديريه يوم بعد يوم. وطبعا كما قلنا البشره الحساسه كدير طريقه الساندويتش، قبل الكريم وبعدها بكريم. والبشره اللي مايله للحساسيه هي دير نفس الشيء. البشره الجافه نصحها هي دير نفس الشيء، دير طريقه الساندويتش. الخطوه الرابعه باش تحيدي الكلف والتصبغات وغادي يعاونك بزاف وهو السيروم فيتامين سي. لان السيروم فيتامين سي بحال اللي قلتي كيعاون الواقي الشمسي بزاف بزاف بزاف. بما انه غادي يعاونو غتزاد الحمايه، وبما ان غتزاد الحمايه اذا غنحمي وجهنا من تصبغات جايه ومن تجاعيد جايه. ولهذا الفيتامين سي مهم بزاف لجميع الباكات، انه يدخل ديريه في الصباح. الا درتيه في الصباح كتستافدي من 70% حتى 80% منه، الا درتيه في الليل كتستافدي واحد 30% منه. حيت الصباح غتستافدي من انه يحميك من الشمس، هي شي حاجه كبيره. غير ردوا البال، الفيتامين سي اللي كنديروه الصباح خاصو يكون التركيز ما فيهش 15%،
الا فايت 15 ممنوع نديروه في الصباح، ضروري ليلا. اما حنا عندنا تركيز 10% مزيان بزاف للبشره الحساسه ولا جميع انواع البشره، ومن الافضل يدار في الصباح باش تستافدي منه بزاف، وخصوصا اذا عندك تصبغات وعندك مشاكل في البشره، لان الفيتامين سي هو مضاد اكسده قوي كيحارب البقع والداكنه، كيمنع زياده انتاج الميلانين. داك الميلانين هو اللي كيسبب لك في التصبغات، وكيحفز البشره على النضاره. و10% مثالي كما قلت لكم للبشره الحساسه هي وجميع انواع البشره. حاجه اخرى وهو الواقي الشمسي. الا ما كنتيش غديري ليا الواقي الشمسي والمرطب، وخصوصا الواقي الشمسي، بلا ما ديري هذا الروتين كامل، بلا ما تبداي حتى الروتين ديالك في الحياه، حيتاش الواقي الشمسي مهم بزاف 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 بزاف. الكلف والبقع والاثار البنيه كتنتج اساسا عن زياده صبغه الميلانين بعد التعرض لاشعه الشمس. اذا تعرضتي للشمس بدون حمايه غتزداد هذه البقع ولا غتعاود مره اخرى. اذا حمايه البشره كتمنع التهيج ديالها، وضروري ضروري ضروري الواقي الشمسي تعوديه كل 2 ساعات، وإلا كانت البشره ديالك من النوع اللي كتشد فيها الشمس عودي كل ساعه. المرطب مهم، علاش؟ لان العلاجات اللي كيكون فيهم تقشير اي احماض هذيك ضروري كتنشف لك شويه البشره، ضروري. اذا ضروري ما ديري المرطب ديالك. الترطيب كيحافظ على حاجز البشره الطبيعي، وكيمنع التهيج وكيمنع الاحمرار، وبشره رطبه كتجدد بشكل افضل. يعني الترطيب مهم جدا كيف ما بغى يكون نوع البشره ديالك. واخا دهنيه كنرطبوا البشره، ضروري من الترطيب، غير هي تركيز. ملي كتكون دهنيه كنديروا كميه صغيره قد العدسه كنابليكيوها على الوجه كامل. ملي كتكون مختلطه عاديه او اي نوع بشره اخر كديري كميه قد حبه الفاصوليا وكتوزعيها على وجهك كامل. تفهمنا؟ اذا هادو هما الاساسيات ديال البشره كتعاني من الكلف والتصبغات، هي تنظيف البشره، تقشير لطيف، حمايه من الشمس، مضاد اكسده. اذا درتي هادشي كامل وواظبتي عليه وكنتي ملتزمه بالروتين ديالك، ما تقوليش ليا ما غاديش يحيدوا التصبغات الا في الحالات اللي قلت لكم قبل، اللي شرحت لكم. دابا غادي ندوزو لمشكل اخر وعلاج اخر، وهما التجاعيد. التجاعيد اولا كاين فيهم جوج، كاين تجاعيد تعبيريه اللي كتبان لك ملي كتحركي وجهك، مثلا ضحكي، تعبسي، عاد كتبان. السبب هو ان حركه العضلات تحت الجلد كتضغط على البشره غير مؤقتا، وبالتالي كيبان لك خطوط مؤقته وكترجع لبلاصتها منين ما كتبقيش تضحكي ولا ما كتعبسيش. واش كريمات تجاعيد كتفيد هنايا؟ طبعا كتفيد كريمات التجاعيد والترطيب، لان ترطيب البشره كيخلي الخطوط اقل وضوح، والكريمه التجاعيد كتحفز انتاج الكولاجين وكتقوي مرونه الجلد، ومضادات الاكسده اللي كاينه في سيروم فيتامين سي كتقلل ظهور التجاعيد المبكره. اذا النتيجه كتكون بيرفكت هنا ملي كيكونوا التجاعيد تعبيريه. دابا ندوزو للتجاعيد المحفوره اللي بلا ما كتضحكي بلا ما كتغوبشي كيبقاو التجاعيد صافي تحفروا في الجلده، كتبان لك بلا ما تحركي العضلات ياك. هذا غالبا كيكون بسبب انخفاض الكولاجين والالاستين بعمق الجلد، صافي دخل داكشي لداخل، كتفقدي دهون ومع تقدم العمر الطبيعي والجفاف المزمن. كريمه التجاعيد هنايا بوحدها ما كتعطيش نتائج كبيره على هاد التجاعيد العميقه، يمكن تحسن لك الترطيب والملمس وتعطيك مظهر اقل عمق، كتبدا كتعالج شويه يعني شويه. لكن الحل الحقيقي كيمشي للتجميل، كتمشي الفيلر والبوتوكس والليزر والموجات فوق الصوتيه مني كتخليها حتى تولي عميقه. واش اذا ولات الخطوط عميقه او محفوره يعني بلا ما كنضحك بلا والو باينه، واش خصني نستعمل كريمات التجاعيد ولا ما خصنيش نستعملهم؟ خاصك تستعمليهم، لان هادوك واخا تحفروا اولا غادي يحسنوا منهم، ثانيا التجاعيد اخرى جايه وجهك دائما معرض ان غادي يجيو ليه تجاعيد. دونك انت دائما خاصك تبقاي تحمي وجهك من يتزادوا باش ما يتزادوش اكثر على كيما هما كاينين. اذا الكريمات خاصك تاخديهم سواء عندك تعبيريه وسواء عندك عميقه، ضروري من كريمات التجاعيد. غير هي واش كريمات ديال التجاعيد غتحيد الخطوط المحفوره؟ طبعا لا،
غادي تنقص منهم وغتحمي لك وجهك من تجاعيد جايه. تفهمنا؟ شفتوا هاد البنات هذه اللي في الصوره عندها خطوط الابتسامه نفس اللي عندي تا انا عندي بسبب حناكي، لان تبارك الله عامرين وكيتقلوا على وجهي. واش فهمتوا؟ يعني كيهبطوا مع الوقت، مع العمر كيبداو يهبطوا، وبدات كتحفر ليا هاد البلاصه، هذيك البلاصه تاع خطوط الابتسامه. وحاجه تانية هو انني كنضحك بزاف. الناس اللي كتضحك بزاف كتكون عندها خطوط الابتسامه وكيكون عندها حول العين فيه التكماش. انا حول العين الحمد لله بالكريم والسيروم ما عندي حتى شي مشكل، كريم تجاعيد والسيروم حول العين ما عندي حتى شي مشكل. بعض المرات كاع كتبان لي شي خط عمي كنضحك هكا كنبدا نعطيه الترطيب وكريم تجاعيد، الترطيب وكريم تجاعيد والسيروم كيمشي قسما بالله، يعني في مده قصيره كيمشي، يكون يلاه بادي. ولكن هادو خطوط الابتسامه درت ليهم الكريمات كيحسنوا ولكن ما حيدوش. درت هذا واخا يبانوا لكم كيديروا الماساج داكشي ما تيحيدوش، خصوصا اللي عندهم الحناك راه صعيب 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 يحيدوا. اما الناس اللي ما عندهاش الحناك وعندها خطوط الابتسامه كيتحسن بزاف غير بالماساج، بزاف بزاف. بما ان هذا المشكل هذا هو اللي عندي في وجهي تقريبا، هو حبوب الهرمون. حبوب الهرمون داك لقيت ليه حل، لكن هذا المشكل هذا هو اللي بقى ليا. قلت غادي نشوف الميكرونيدلينغ، واخا انا ما كنحملوش بصراحه، ما كنحملش التقشير كاع الحاجه اللي غادي ترجع لي لوجهي حساس، انا ما كنحملهاش، لان من بعد انا عارفه العواقب، يقدر يولي لي طاش، يقدر يولي بزاف الحوايج، وهذا اذا الدكتور متمكن. اما الا ما كانش متمكن هذيك مصيبه كحله، الا مشات دار لك شحال من كارثه كانت من مورا الميكرونيدلينغ ومن مورا التقشير الا ما كانش الطبيب متمكن. اما الا كان متمكن خاصك تحدي راسك بحال الحاضيه، حيت حنا ماشي في كندا، حنا في المغرب، ولات الشمس عندنا في المغرب على طول العام تقريبا. قلت ماشي مشكل نسول الطبيبه على الاقل ناخذ بدايه فكره باش نتوما نيت نقول لكم شنو كاين. مشيت عند الطبيبه قلت لها واش الميكرونيدلينغ، انا اللي طلبت نسول على الميكرونيدلينغ، قالت لي اللي في لاكوي واش الطبيبه قالت لك ديري؟ قلت لها لا ما قال لي حتى شي واحد، انا بغيت غير نهضر معاها على قول الميكرونيدلينغ. صافي منين شافتني قالت لي راه ما عندكش شي مشكل، زعما الحناك الناس راه كيقلبوا عليهم. قلت لها انا ماشي مشكل في الحناك، ولكن المشكل في هاد خطوط الابتسامه، وانا عارفه مع العلاج غادي يبقى هاد الشيء غادي وكيهبط، انا متاكده. قلت لها واش الميكرونيدلينغ الا مثلا درنا واحد الابره كبيره طويله وصلت للوديرم، يعني الطبقه الوسطانيه، واش منين غيتحفز داك الكولاجين والالاستين واش غادي يحسن من هاد الخطوط؟ قالت لي ما غاديش تشوفي شي، قالت النتيجه ما غاديش يبان لك زعما داكشي اللي بغيتي انت، ما غاديش يبان لك الميكرونيدلينغ ولا ديرمابين نهائيا. صافي وحيدت الفكره كاع من راسي صراحه. قالت لي كاين حاجه وحده هي الفيلر غيتحقن في ديك البلاصه، ولا شد الوجه هذاك راه كنتي باقا صغيره عليه. قلت لها انا شد الوجه ما كنفكرش فيه نهائيا، والفيلر حتى هو ما باغاش ندخلو للجسم ديالي، ما نكذبش عليكم. واصلا الناس اللي عندها اللي وجهها ضعيف وعندها خطوط الابتسامه الفيلر كينفعها بزاف انه يهز ليها هذوك، يحيد لها خطوط الابتسامه. ولكن الناس اللي عندها الحنيكات ملي كتحقن الفيلر مباشره في هذيك البلاصه تاع خطوط الابتسامه كارثه، كيولي واحد الشكل عجيب بحال عندك واحد الحناك منفوخي من حدا فمك. هذاك الشيء انا ما نقدرش نزعم عليه وما بغيتوش. صافي وتقبلت الواقع ورجعت للدار. المهم هذا هو المشكل اللي عندي، بغيت نقول لكم زعما راه غير انا راه عندي هذا المشكل ديال خطوط الابتسامه وما حيد ليش بالمساج. اذا كخلاصه، تجاعيد تعبيريه كريمات تجاعيد فعاله جدا، كتمنع وكتعالج تدريجيا. التجاعيد محفوره كريمات تجاعيد كتعطيك واحد التحسن بسيط فقط، وغالبا كتحتاجي تدخلات طبيه باش تحققي فرق واضح. واش اذا عندي تجاعيد محفوره اذا ما ناخذش كريمات تجاعيد؟ لا، خاصك تاخديهم، لان هذوك تجاعيد بانت وجايه تجاعيد جايه، اذا خاصك تحمي وجهك ولا البشره ديالك من تجاعيد جايه. ايوا دابا العلاج ديال هاد التجاعيد او الحمايه من تجاعيد جايه. اولا الماسك الاسبوعي، ما غنعاودش نهضر لكم على الفوائد ديالو لان هضرت عليها، ضروري خاصو يكون باش يهيئ البشره. ثانيا سيروم مضاد للجذور الحره، هذا السيروم هو سيروم بونمين، هو اللي غيحميك البشره من الشيخوخه المبكره والاضرار البيئيه، وغيحفز انتاج الكولاجين وغيقلل من ظهور الخطوط الرقيقه. هو سيروم بونمين اللي غديروه ليلا. حاجه اخرى كريم مضاد للتجاعيد،
هذا الكريم اللي عندنا غني بزيت التين الشوكي والفيتامين او والاحماض الدهنيه الاساسيه وبزاف الحوايج. هذا كيحمي وكيغذي البشره وكيقلل التجاعيد، تحسين مرونه الجلد واصلاح البشره. اذا هذا كيدار حتى هو كل ليله. واش يمكن ندير السيروم والكريم في روتين واحد في ليله واحده؟ نعم ممكن ديري السيروم وتسني 30 دقيقه وديري الكريم فوقه، لكن ما تكونش البشره حساسه هذه اولا، وما تكونش البشره دهنيه. الا كانت البشره حساسه او دهنيه كتناوبي كل ليله واحد، كديري ليله سيروم بونمين، ليله كريم تجاعيد. وبالنسبه للبشره الحساسه كريم تجاعيد كما قلنا طريقه الساندويتش، كريم مرطب كتسناي، كديري كريم تجاعيد كتسناي، كتعاودي كريم مرطب. شحال كتسناي؟ المره الاولى كتسناي 10 دقائق، المره الثانيه ملي كتبغي تعاوديه فوق الكريم كتسناي 20 دقيقه. يعني الكريم مرطب 10 دقائق، الكريم العلاجي 20 دقيقه الكريم المرطب. تفاهمنا؟ طبعا في هذا الباك خاصكم تزيدوا الواقي الشمسي كما هضرنا، مهم بزاف. ولا ما كنتيش غتاخديه ما تاخديش الباك كامل، لان الواقي الشمسي تقريبا هو نصف العلاج، ضروري منه، والترطيب ضروري منه. ما غنعاودش للفوائد لان هضرنا عليها في باك البقع والتصبغات. وطبعا سيروم فيتامين سي خاصك تزيديه مع هذا الباك اذا كان ممكن باش يحارب لك التجاعيد، لانه كما قلنا كيعاون الواقي الشمسي باش يحارب التجاعيد، يحارب البقع باش ما تزادش تجاعيد اخرى وما تزادش تصبغات اخرى. وما غاديش نهضر على المنافع ديالو، راه هضرنا عليها في باك البقع. تفاهمنا؟ اذا السر ديال التجاعيد هو التنظيف، ماسك اسبوعي، سيروم مضاد الاكسده، كريم مرطب، واقي شمسي، سيروم يحارب الجذور الحره. وحافظي على شرب الماء والنوم الكافي باش تدعمي البشره داخليا. جميع المنتجات ماشي مني كنزيد منها كنلقى نتيجه افضل، هذه فكره خاطئه. ما تستخدميش كميه كبيره من المنتجات، القليل يكفي، وخصوصا سيروم بونمين القليل يكفي. دابا غنمشيو لمشكل اخر اللي هو اسمرار البشره او لون غير موحد في البشره. كيفاش كيحدث هذا الاسمرار او لون غير موحد؟ اولا الميلانين هو المسؤول على لون البشره، لان البشره كيتحكم فيها واحد الصبغه طبيعيه كتسمى الميلانين. كل ما زاد هذا الميلانين كتولي البشره اغمق، كل ما قل كتولي البشره افتح. تفاهمنا؟ كيفاش كيحدث الاسمرار؟ الاسمرار كيحدث هو انك تعرضي للشمس مثلا في الصيف بلا حمايه بلا حتى شي حاجه وكوجهك يسمر، وهذا الاسمرار كيبدا يمشي بشويه بشويه. لكن اذا بغيتي تجربي انه يحيد كديري كريمه تبييض. وكاين لون غير موحد، هذا عنده بزاف الاسباب، من بينها بعض الادويه كديرها، العطور كترشي في بلاصه وبلاصه لا كتسمر لك ديك البلاصه، جو دورانج كتخرجي للزنقه كتشربي جو دورانج ويبقى لك حول الفم، الوغ كيسمر لك الفم مع الشمس لان مع لي زاسيد مع الاحماض. او كتستعملي منتجات غير مناسبه، كتشري منتجات في الزنقه شي حاجه دايره درهم 2 دراهم 3 دراهم كديريها، هذا كيدير اسمرار مع الوقت او لون غير موحد. كيفاش نعالجوا هذا الاسمرار او لون غير موحد؟ كاين باك التبييض اللي فيه الماسك الازرق، ما غاديش نعاود نشرح الدور ديالو لانني شرحته قبل. كاين فيه الغسول التبييض، ما غاديش نعاود نشرح لانه شرحته في باك البقع. والخطوه الثالثه وهي كريم التبييض اللي كيحتوي على مكونات اللي كتبيض البشره. وكما قلنا الفيتامين سي والواقي الشمسي والمرطب حتى هما ضروريين، ولكن ما غاديش نهضر عليهم لان هضرت عليهم سابقا. دابا غندخلوا للمسامات الواسعه. المسام هي فتحات صغيره في البشره كتفرز الزيت والعرق، هذيك دائما كاينه ما عمرنا غنحيدوها. لكن المشكل عندنا هي من ما كتبقاش في الحجم الطبيعي ديالها. والحجم الطبيعي ديالها كيعتمد اولا على العوامل الوراثيه وعلى نوع البشره وعلى العمر. منين كتراكم الدهون والاوساخ او كتعرض البشره لمهيجات معينه لهذيك المسام كتولي اوسع واكثر وضوحا. الاسباب هي زياده انتاج الزيت اللي هو السيبوم. البشره الدهنيه كتفرز كميه اكبر من الزيت، وهذا كيسد المسام وكيخليها تبان كبيره، وهذا شائع عند المراهقين وكبار السن مع زياده النشاط الهرموني. وثاني حاجه هي المسام كتسد بالخلايا الميته والاوساخ. تراكم الزيوت الجلد الميت كيؤدي لانسداد المسام وكتوسع مع الوقت، ولهذا المسام ما عندهاش كريم معين اللي يعالجها. اللي يقول لك كاين كريم معين كيكذب عليك. كاين روتين كل حاجه والدور ديالها باش المسام ديالك يبداو
غينقصوا، ما عمرهم غيتسدوا، غير الحجم ديالها خاصو يصغر. اذا كخلاصه المسامات الواسعه غالبا كتكون نتيجه تفاعل عده عوامل، منها الزيت الزائد، منها الانسداد، منها ضعف الجلد حول المسام، وما يمكنش اغلاقها تماما، لكن يمكن تحسين المظهر ديالها بروتين متكامل. التنظيف الاسبوعي وهو الماسك، لان كيحيد لك دوك الزيوت الزايده اللي قلنا هي السبب الرئيسي. الهيدروغلاغوز كيعاون في انسداد المسام. المرطب والواقي الشمسي هذوك معروفين، ضروري خصهم يكونوا في اي روتين عندك. الغسول الاخضر هو مصوب خصيصا للمسام والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وايضا للحبوب. اشنا هي الرؤوس السوداء؟ الرؤوس السوداء هي نوع من حب الشباب غير ملتهب، كتحدث من كتسد المسام بالزيوت والخلايا الميته. كيبان الراس ديال المسام داكن، علاش؟ بسبب اكسده الدهون والمواد داخل المسام، وماشي بسبب الاوساخ الخارجيه. صافي، هذيك كتسمى اكسده. علاقه الرؤوس السوداء بالمسامات: المسام الواسعه كتزيد من احتماليه تراكم الدهون والخلايا الميته، وبالتالي كتولي عندك رؤوس سوداء. لذلك اي روتين كيقلل من توسع المسام ويحافظ على نظافتها كيقلل ايضا من ظهور الرؤوس السوداء. اذا هذا الروتين اللي قلنا تاع التنظيف والماسك والغسول والهيدروغلاغوز والمرطب والواقي الشمسي صالح ايضا للرؤوس السوداء. بالمناسبه الهيدروغلاغوز كيهدئ البشره من بعد الغسول، وكيوازن درجه الحموضه، وكيقلل التهيج. الرؤوس البيضاء هي ايضا نوع من حب شباب الغير الملتهب، لكنها كتغطى بواحد الطبقه رقيقه من الجلد، فكتظل هذوك المحتويات المسام اللي هي الزيوت والخلايا الميته بيضاء او فاتحه اللون. الفرق على الرؤوس السوداء ان الراس ماشي مفتوح، وبالتالي ما كيتاكسدش، وبالتالي ما كتغيرش ليه اللون الى لون داكن. اشنو علاقه الرؤوس البيضاء بالمسامات؟ نفس السبب. المسام الواسعه كتراكم الزيوت والخلايا الميته، وبالتالي كيولي عندنا رؤوس بيضاء. لذلك الروتين اللي كيقلل المسام الواسعه وكيساعد على تنظيف البشره مفيد ايضا للرؤوس البيضاء، وبالتالي هو روتين واحد مكون من ماسك اسبوعي وغسول الاخضر والهيدروغلاغوز والكريم مرطب الواقي الشمسي. هادو كيصلحوا المسامات، الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. هي اللي عندها رؤوس سوداء قبل ما تستعمل، او رؤوس بيضاء قبل ما تستعمل الباك ديال المسامات اللي هو باك الاساسيات، ضروري دير نيطواياج وتحيد هذوك الرؤوس السوداء عند صالون معين، غير خصو يكون ثقه، او تمشي للطبيب هو يحيدهم لك. نهار على نهار، نهار على نهار، شهر على شهر، ما غتبقاي تلاحظي بان دوك الرؤوس السوداء ما بقاتش كتنوض بزاف، غتبقى تقل 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 تدريجيا. انت ما تبقاش، لانك كتنظفي يوميا ومقابله وجهك يوميا، وغتلاحظي بان الرؤوس البيضاء هي ما بقاتش، وغتلاحظي بان المسام بدات كتجمع. وطبعا هاد المنتجات كامله ديال المسامات صالحه الرؤوس السوداء كما قلنا والرؤوس البيضاء، فاوتوماتيكمون صالحه للحبوب، لان اي حاجه صالحه للحبوب صالحه للمسامات، صالحه الرؤوس البيضاء، صالحه الرؤوس السوداء. غير هي بالنسبه للحبوب كتاخذوا هاد المنتجات هذه اللي هو الروتين ديالك، وكتزيدي لهم بومادا كيوتاكنيل 5% اللي كتبداي ديريها بالليل، كتحطيها على الحبه ملي كتغرب الشمس، ماشي ضروري بالليل. بالنسبه لهاد المنتجات كامله امنه على الحامل وعلى المرضع وايضا الاطفال. وهاد المنتجات كدار للجسم، اللي عندك مثلا بقعه في الجسم، اللي عندك اسمرار في الجسم كديري كريم التبييض، يعني صالحه للجسم وللعنق وللوجه، ما كاين حتى شي مشكل. مثلا انسانه عندها بقع وعندها تجاعيد، واش ممكن تاخذ منتجات التجاعيد ومنتجات البقع ومنتجات التبييض؟ نعم ممكن، بشرط انك تصيفطي الامينه على الخاص في انستغرام باش تشرح لك طريقه الاستعمال. يعني كتاخذي المنتجات اللي بغيتي وحنا اللي كنقادوا لك الروتين ديالك. الناس اللي ما عندهاش الانستغرام كتصيفط لزينب في الواتساب. وما تنسوش بان البرومو كاين ان شاء الله نهار اثنين، وتقدروا تصيفطوا من دابا لزينب باش تجمع لي كوموند ديالكم، ونهار اثنين ان شاء الله غتبدا تصيفط لكم. فوالا البنات، كان هذا هو الفيديو. كنتمنى لا فيديو ديالي ما يكون مشروح مزيان بزاف، حيت بزاف الناس طلبوني باش نشرح طريقه الاستعمال ديال المنتجات ديالي. انا ما بغيتش ندير ديك طريقه الاستعمال بوحدها، بغيت نشرح لكم اولا تفهموا البشره ديالكم، تفهموا الشعر ديالكم، في وسط هذا الشيء نعطيكم طريقه الاستعمال باش تفهموا علاش نتوما كتستعملوا اصلا داكشي. تمام. درنا دابا فيديو ديال الشعر ودرنا فيديو ديال البشره. فوالا البنات، تهلاو في ريوسكم ونقول لكم الى اللقاء.